السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ عايزة احكي لكم على موقف حصل لي. مش موقف، دي ايه، حاجة لازمتني في الحياة. هي حاجة كانت مش غلط، حاجة كانت غلط ومش عايزة حد ايه، يمشي على نفس النحو بتاعي. هقول لكم عليها. آه، طول عمري اقول ايه، ااجل، ما اجيبش الحاجه الفلانيه دي مش اولويات، طب والتانيه دي مش اولويات، مش خلينا في الاولويات. المهم كل شويه لا ده بلاش منه، لا منخل بلاش منه، هنقضي بالحاجه اللي هي الاقل منها. مش عارفه، نجيب ملايات جديده واشكال، لا مفارش، لا خلينا في الاولويات، مش خلينا في ايه يا جماعه، خلينا في الاولويات. المهم سنه اتنين تلاته لقيت يا جماعه ان اللي فات ده كله، ها، آه، ما يعتبرش اولويات يعني جنب اللي جاي. يعني احنا بنطلع من اولويه على اولويه، ومن حاجة كبيرة على حاجة أكبر منها. ومعنى كده إن إحنا إيه، مش هنجيب الحاجات دي، وبخاصة في الباغورة اللي انتوا عارفينه اللي جوه ده، اللي هو اللي اسمه المطبخ ده، اللي ما بيشبعش مجاي. فلقيت نفسي إيه، كل شوية أجل أجل أجل، هوب لقيت الأسعار إيه، طارت في السما. وأنا هجيب إزاي بقى؟ هجيب إزاي بالحال ده؟ فانصح كل واحده ان هي ايه، انا بقى ما بعرفش اقعد كده الا لما لازم اتعدل شويه كده واتعدل شويه كده. فانصح كل واحده ان هي ايه، اي حاجه تجري تجيبها. ناقصك يا اختي ملايه جديده كده تفرحي بيها قلبك، هاتيها. ناقصك مفارش، جيبي المفارش. اي حاجه، الحاجات بتاعت المطبخ دي اولا وثانيا وثالثا وخامسا. اولا بتعمل لنا راحه، يعني بنرتاح كده، الحاجه بننجز بسرعه و... وبتريحنا، كفايه انها بتريحنا يعني. فانا عايزه بقى ايه، يعني بناتي الحلوين يجيبوا ورقه وقلم دايما ويكتبوا ايه الخطه بتاعتهم. هيجيبوا كذا، مثلا في اليوم الفلاني، وهيجيبوا كذا في اليوم العلاني. تاخدي فلوس من بابا تعينيها، تاخدي فلوس من اخوكي، قشطه. جوزك يديكي فلوس ايه، خديها ولمي الفلوس كده وروحي جيبي اول باول، ما تاخريش. انا فضلت اخر لما لقيت نفسي محتاسه. وطول عمري ماشيه بقى بنظام، مفيش النظام اللي هو بتاع اللي انا بقول لكم عليه ده، اللي هو بتاع الخطه. لا سيبكم مني انا، لو دورتوا عليا وعلى عمايلي هتتعبوا. مثلا حاجه نطت في دماغي، اروح نازله جري جايباها. لا خطه، لا هل احنا يعني دي الضروره رقم واحد، ولا دي الضروره مش عارفه ايه. يعني في الحاجات اللي هي الرفايع دي، مش في الاولويات. لا الاولويات اللي هي مثلا زي الخطط الكبيره يعني، هي دي اللي انا بسميها اولويات. اما في الشراء اللي زي ده لا، ما عنديش اي خطه فيه خالص. وكنت مثلا ايه، نطت في دماغي ان انا هنزل اجيب حاجه معينه، طب استنى مثلا يوم السوق فاتح، لا هو والسوق قافل، وادري ادن السوق ادن 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 لغايه ما الاقي واحد فاتح. الواحد ده مين بقى؟ ها، ده اللي مستني الزبون، اللي هو ايه، اللي زي كده، اللي هو بينزل يعني محتاج الحاجه ضروري قوي، هي ولا ضروريه قوي ولا بتاع، بس انا هي نطت في دماغي. فاروح نازله ايه وشارياها. آه، فانا عايزاكم ان انتوا متعوا نفسكم، متعوا نفسكم. انا ما بقولش مثلا هاتوا بالفلوس لبان لا، ولا بقول هاتوا الحاجات الكبيره زي مثلا غسالة الاطباق والافلام دي، برضو لا. دي بقى للانسان اللي هو عنده يعني وفي فلوس زايده. انما اول باول، ولا تخلي البيت ناقص ملايه، ولا تخلي البيت ناقص فازة ورد، ولا المطبخ يا ولاد، يا
ده انا عايزه اعمل بقى ايه، يعني عامله القناه يوميات ربوع، فالمفروض ان انا ادخل ايه، اطبخ بقى واوريكم بقى الشطاره بقى والحاجات دي ازاي. اه يعني اذا كان انا مأجله شراء حاجات كتير وبعدين لقيت الايه، الاسعار نطت، فانا مش عايزه ايه الاسعار تنط كده يعني بيكو، يعني كل مره بقى احنا ما نضمنش الاسعار، فتجيبوا حاجتكم اول باول، متعوا نفسكم بس من غير ايه، من غير اسراف، من غير ضياع الفلوس في الفاضي. بس هي دي بقى ايه الحاجه اللي تعبتني في حياتي فعلا، اني انا اقول اتحمل على نفسي، اتحمل هجيبها السنه الجايه، بنتي تسال هجيبها السنه اللي بعدها، وبعدين لقيت نفسي يعني اتورطت، هجيب ايه ولا ايه. بس قشطه يا عمي، قشطه قشطه يابا، قشطه.